هو ليه كل الاهتمام ده برسم الوش والاهتمام بالملامح والتفاصيل اللي في الملامح وتعبيرات الوش؟ هاقول لك أنا ليه بنهتم بالوش. بُص يا سيدي، شايف دي؟ دي إيه؟ تمام. دي 3 وشوش. بالمرّة نتكلم عن اتجاهات الوش وتعبيرات الوش والحاجات دي. أنا عاوز ال3 وشوش بيبصوا على نفس الكورة دي، تمام؟ يعني ده هيبُص كده، ده هيبُص كده، ده هيبُص كده. هاعمل إيه؟ شايف علامة الزائد اللي إحنا كنا رسمناها في الأول؟ للتذكرة بس معلش. الوش عبارة عن أي شكل هندسي بتعمل علامة الزائد في النُص اللي هو باصص لك، يعني الخط اللي بالطول ده بيقسم الوش اليمين يبقى زي الشمال. الخط اللي بالطول ده لمّا يتحرك يمين أو شمال معنى كده إن الوش أو الراس بتتحرك يمين أو شمال، اللي هو يعني الشخص بقى بيبُص هنا أو هنا. آدي العينتين، آدي المناخير في النُص، وآدي البُق، وآدي الودان في نفس محاذاة العينين، وآدي الشعر. تمام؟ يبقى أنا دلوقتي علشان أعمل الشخص ده بيبُص هنا، هاجيب الخط اللي بالطول ده، هاجيبه في اتجاه الكورة، أو في اتجاه يعني الكورة اللي هو بيبُص عليها، وآدي الخط اللي بالعرض عادي. الشخص اللي بيبُص فوق ده، تمام؟ هيتحرك معايا الخط اللي هو بالعرض. هيبقى جاي إزاي؟ يعني هيبقى بدل ما هو بالنُص كده باصص لي، لأ هيبُص لفوق. الخط اللي بالعرض هيبقى إيه؟ قوس كده، وآدي الخط اللي بالطول اللي بيقسم الوش اليمين بيبقى زي الشمال. يعني معنى كده إن الراجل ده رافع راسه، يعني دقنه هي اللي إيه؟ هي اللي في اتجاهي. الراجل الطيب ده هيبُص الناحية التانية، هيجيب الخط اللي بالطول ناحية إيه؟ الكورة. ممكن نعمله كمان رافع راسه شوية. رفعة الراس فوق وتحت اللي بيتحرك فيها الخط اللي بالعرض، يمين وشمال اللي بيتحرك فيها الخط اللي بالطول. بس لما اجي ارفع الخط اللي بالعرض عشان الشخص ده بيبص لفوق، لازم يكون منتهي عند نفس الايه النقطتين دول. يعني مثلا الشخص ده باصص لفوق، يعني شايف هي انا عندي نفس النقطتين، يعني الودان هنا في نفسها اهي، ولكن ايه الراس هي اللي اترفعت لفوق. يعني الراس بتترفع ولكن الودان في نفس المكان. انا ما كنتش هشرح دي دلوقتي، بس يعني جبت سيرتها فقلنا ما نفوتهاش برضه. ليه بقى؟ لأن في واحد بيبقى أدي وشه، الخط اللي بالعرض ده لو أنا طلّعته فوق بشكل مستقيم كده، يبقى الراجل ده عينيه فوق. يعني هو الراجل ده باصص لي وكل حاجة، ولكن عينيه مكانها فوق. فمساحة الجبهة عنده صغيرة، فمساحة الوش من تحت كبيرة، فده وضع تاني خالص غير اللي إحنا بنتكلم فيه. تعالَ بقى نرسم الناس اللي إيه، اللي بتبُص للكورة دي. تعالَ كده نبُص لأول واحد. وعلى فكرة برضه إيه، مش بس اتجاه الراس اللي بيتحكم في الموضوع، لأ أنا كمان ممكن أساعد بنِن العين. وآدي المناخير. الودان، إحنا قُلنا الودان في نفس محاذاة العينين، يعني جنب بعض في نفس الخط اللي بالعرض. آدي الخط اللي بالعرض، ولكن الودان هنا دخلت لجوّه شوية لإن الراس لفِّت لجوّه. ما رسمتش الحواجب، ما رسمتش البُق. تعالَ كده للراجل ده. طبعًا العينين على نفس إيه، الخط اللي هو بالعرض ده. وهارفع كمان نِن العين بحيث إن أنا إيه، أزوّد المعنى بتاع الشخص اللي بيبُص إيه لفوق. المناخير طبعًا شكلها هيتغيّر فهتبان من تحت أكتر، فأمّا تبان من تحت في فتحتين المناخير هيبانوا بشكل إيه، أوضح. الودان في نفس محاذاة العينين، ولكن مش جنبها بقى فوق، لأ نازلة لتحت شوية لإن المفروض دي كورة. الراس دي عبارة عن كورة. بس بقى تفاصيل الودان إيه، الودان بانت من تحت، مش مقابلة ليّا كده زي دي. والراجل ده برضه. آدي العين، وآدي العين، ونِن العين اللي بيبُص إيه،
على الكورة، وادي المناخير والودان برضو دخلت لجوه في الحتة دي كده. كده انا معايا ايه؟ معايا 3 اشخاص بيبصوا لنفس الكورة، اتجاهات مختلفة. تمام، رسمنا الاتجاهات مختلفة. طبعا احنا شارحين اتجاهات الوش والكلام ده كله بالتفصيل في فيديوهات قبل كده، فلو كده بس ايه بص عليها او راجع على الشرح بالتفصيل. لكن احنا في السكتشات احنا بس بنطبق الفكرة من الكلام اللي احنا شرحناه قبل كده كتير يعني. طيب لو انا جيت للشخص الاولاني ده ورحت اعمل الحواجب مرفوعة بالشكل ده كده، والبق عبارة عن قوس مفتوح لفوق، نعمل له شعر كمان علشان نعيش الشخصية. طبعا الراس لما لفت يمين او لفت شمال جنب الراس بيبان اكتر، فبيبان ايه جزء من الشعر اكتر من جنب الراس. تقل له كمان الحواجب علشان الدنيا تبقى واضحة. عند الراجل ده باصص لفوق، بس عندي برضو ادي الحواجب فوق عينيه، والبق طبعا بقى اخد شكل ما بقاش بقى قدامي كده لانه هو مرفوع لفوق، فايه فكله هيبقى متكون من الحته دي، لان الحته الوش كله اترفع لفوق. لا نسيت اقول لك بس ان هنخلي الحواجب بقى شكلها مختلف، شكلها زي 8 كده، والبق هنخليه قوس لتحت. الراجل الطيب ده هنخلي الحواجب برضو شكلها مختلف، فهتبقى ايه زي 7 كده، مش 8 زي دي، لا هنخليها 7. يعني 7 يعني ايه كده زي كأنك بتكتب 7. والبق خليه مقفول كده عادي مش مبتسم. نعمل الشعر بتاع الراجل ده، ممكن نبين له شعرتين من فوق كده بحيث ان ايه باينين من فوق. ممكن نخلي الراجل ده اصلع، ما نقعدش بقى كل شويه نحتار. عظمه الدقن دي طبعا مرفوعه لفوق، عظمه الدقن هنا، عظمه الدقن بتاعت الراجل ده. طيب انا بقى عندي 3 شخصيات بيبصوا لنفس الكوره، ولكن هل نفس كل واحد شايف الكوره دي بنفس الفكره بتاعت الشخص التاني؟ تعبيرات الوش هنا بقى دي لعبتها، احسسك ان الراجل ده بص للكوره وهو بيحبها جدا، احسسك ان الراجل ده بص للكوره وافتكر حاجه حزينه، تمام، او اللي هو زعلان من حاجه يعني. الراجل ده بص للكوره بغضب، حاجه نرفزته بسبب الكوره، كل ما يشوف الكوره يتنرفز. علشان كده احنا دايما مهتمين برسم الوش. رسم الوش مش عباره عن اي شكل هندسي بترسمه وتعمل له عينين وملامح ومناخير وودن والكلام ده بس، لا انت بتوصل بيه فكره. لو انت نجحت ان انت توصل الفكره بشكل واضح وبشكل سريع، والمشاهد بتاع فكره الكاريكاتير بتاعك وصلوا الفكره من مجرد خطوط بسيطه، يبقى انت كده نجحت. غير لما ترسم وتديني تفاصيل جامده جدا في الرسمه كلها ولوحه فنيه عظيمه، ولكن الفكره مش واصله، يبقى انا كده ما استفدتش حاجه. فبخطوط بسيطه جدا نتعود بس ان انت ازاي تتك على الخطوط البسيطه اللي توضح فكرتك.